السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله في مطبخ نوجة هنعمل محشي الكرنب، هنعمله بخلطة حلوة قوي. خليكم مع الفيديو. بس الاول حابة افكركم لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. طبعا اول حاجة هنعملها هنسلق الفرخة بتاعتنا، وقبل ما نسلق الفرخة بتاعتنا لازم تكون الفرخة بتاعتنا نقعينها في مية وملح وخل وليمون وشوية سكر صغيرين لحد ما نتخلص من ريحة الزفارة بتاعتها. بتسيبها منقوعة كده حوالي ساعة، بعد كده بتشطف فيها شطفة كويسة، وبعد كده تحطها في المية بعد ما تغلى. طبعا اول ما المية تغلي معاكي بتنزلي بطماطمايه وبصلتين اتنين صغيرين وجزرايه وورق لورا وحبهان ومستكه، حاجات الشوربه الحلوه. هسيبها بقى لحد ما تستوي. يلا بينا نعمل الخلطه بتاعتنا بتاعت المحشي. هنجيب حله على النار وهنزل بشويه زيت، وهستنى الزيت لحد ما يسخن، وهنزل كده بقطع متوسطه من اللية او الدهنه. يعني ما كتريش قوي، قطع بسيطه كده بتفرق معاكي كتير في الطعم. انا عندي ليا ضاني فقطعت قطع صغيره بحطها كده في الزيت لحد ما تسيح معانا خالص. اهو شايفين بدات تسيح خالص، وهتبدا تختفي واحده واحده معاكي في الزيت، بس كل شويه بتقلبيها كده. تمام، ساحت كلها. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من السمنه الفلاحي او اي سمنه عندك. بعد كده هنزل بثلاث بصلات مقطعهم مكعبات صغيره، وهنقلب البصل ونسيبه لحد بس ما يدبل معانا. تيجي بقى تقلبي في البصل كده وسيبي لحد ما يدبل معاكي. ومجرد ما البصله تدبل، انا مش عايزه البصله تحمر قوي برضو عشان ما تتعبش المعده، مجرد ما البصله تدبل معانا هنزل بقرن فلفل. انا واخده نص قرن فلفل اخضر ونص قرن فلفل احمر، بس طبعا لو انت عايزاه بقى حامي زي ما انت عايزه. انا طبعا حاطه نص قرن فلفل حامي عشان يفرق معانا في الطعم، بيخليه حلو قوي. لكن لو عندك اطفال بقى حطي قرن فلفل اخضر عادي بارد، يعني مش لازم حامي. هنستنى كده دقيقتين اتنين، وبعد كده هنزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وهقلب بقى التومه كده مع البصله لحد ما تشم ريحه التومه بتاعتك. الفلفل بقى مع التومه بيعمل تست عالي. هنقلب بقى التومه كده مع البصله لحد بس ما نشم ريحه التوم خلاص. هنزل بس ورقتين اتنين من اللورة وحبايتين اتنين من المستكه. تمام، هقلبها تقليبه بس كده، وبعد كده هتنزلي بالطماطم بتاعتك. طبعا بقى على قد الكميه اللي انت بتعمليها، بس حاولي برضو تزودي الطماطم، لان زي ما قلت لكم محشي الكرنب بيحتاج او اي محشي يعني بيحتاج الطماطم تكون كتير والبصل. هسيب بقى الطماطم بتاعتنا لحد ما تتسبك خالص وتشرب المية بتاعتها. يعني شايفين فكت ازاي؟ بس لسه برضو ما تسبكتش معانا. انا بحب دايما اسبك للمحشي. اهو شايفين لسه فيها ميه. هستنى بقى لما الميه دي تتبخر خالص وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تحس ان خلاص ما عادش فيها ميه خالص، الميه اللي فيها اتبخرت خالص كده اتسبكت معانا. هضيف بقى البهارات بتاعتي. معايا ملح وكزبره ناشفه، ومعايا بهارات السبع، ومعايا شطه وفلفل اسود، ومعايا كمان نص معلقه من جوز الطيب. هضيف بقى البهارات الحلوه ديت. البهارات السبع دي بتجيبها من عند العطار، بتبقى حلوه قوي، بتفرق معاكي بقى في المحشي. هقلبها كده البهارات، وهطفي بقى على البوتاجاز وهسيبها تبرد خالص. وقبل ما اطفي هضيف عودين اتنين من النعناع. انا عندي نعناع هنا من الشفاه، واخده عودين اتنين. بتحاولي بقى تفرميه كده فرم ناعم خالص وبتحطيها، برضو بيخلي المحشي ريحته حلوه قوي معاكي. معايا الرز بتاعي بعد ما غسلته خلاص وصفيت ميته، هحطه برضو. طبعا انا كده مش هقلبها على النار ولا اي حاجه، انا كده طفيت النار وبسيب الصلصه تهدى شويه، وبعد كده بنزل بالرز. كده قلبت الرز، بعد كده بنزل بالخضره بتاعتنا عباره عن شبت وبقدونس وكزبره. الخطوه دي برضو بتحتفظ بلون الخضره، ولما تيجي تسوي المحشي بتفرق معاكي كتير في الريحه. كده خلاص بقت الخلطه بتاعتنا جاهزه. عايزه اقول لكم والله ريحتها تحفه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. شايفين الخلطه بقت جميله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بجد ريحتها تحفه. هنجيب بقى ورق الكرنب بتاعنا. طبعا ورق الكرنب بتاعنا انا مخزناه ومقطعاه جاهز. لو عايزين بقى تعرفوا تقطيع الكرنب وازاي تسلقوا الكرنب هسيب لكم الرابط برضو في صندوق الوصف. شوف طريقه الحشو سهله جدا. حاولي بقى تحطي الرز كده
وتحاولي توزعي الرز في الورقه كلها، ما تحطيش الرز كده مكبب في النص، لا حاولي توزعي الرز كله في صابع المحشي بحيث انه يكون كله سوا واحد. اهو زي ما انتوا شايفين كده، سهله جدا. طبعا بقى بتحاولي تخلي صباع المحشي نضيف من بره، متخليش الرز عليه من بره خالص. كل ما تحشي صباع كده شيلي الرز اللي عليه من بره. بصي بترصيه بقى بالشكل ده كده، عايزه ترصيه بدوران رصي، بس اهم حاجه ما تحاوليش تزنقيه في بعضه عشان يستوي معاكي وياخد براحه في السوا. اقول لكم برضو طريقه التسويه الصحيحه، في ناس كتير بتشتكي من المحشي، اقول لكم ازاي نسويه بطريقه صحيحه ويطلع معاكي مفلفل ويطلع معاكي ما شاء الله، يطلع معاكي مظبوط. اهو توزعي الرز في الورقه كلها، بيطلع كل الصباع سوا واحد. خلص بقى الكميه كده، خلاص خلصت الحله بتاعتنا خلاص. هقول لكم بقى على المشاكل اللي بتقابلكم في تسويه المحشي، وازاي المحشي يطلع مفلفل معاكي وما يعجنش. طبعا اول ما بتحشي المحشي ما بتخلوش مزنق في بعضه قوي، يعني تحاولي كده تخليه مهوي مش مكتوم عشان خاطر يستوي، ما يبقاش واحده مستويه وواحده مش مستويه معاكي. تمام. تاني خطوه، بتسيبي مسافه في الحله من فوق، ما تخليش الحله بتاعتك مليانه على الاخر عشان يستوي براحته. بتسيبي اقل حاجه كده 3 سنتي فاضيين او 4 سنتي. هتكوني بقى غاليه الشوربه بتاعتك، ولازم تكون الشوربه بتاعتنا سخنه. بتحطي معلقه سمنه فلاحي كده على الوش عشان يدي للمحشي لمعه. بعد كده بتزودي الشوربه بتاعتك شويه بشويه وتهزي الحله بحيث ان الشوربه بتاعتك تنزل في قاع الحله من تحت زي ما انتوا شايفين، كل بحط شويه وراح هزه الحله. تمام. رابع خطوة، اوعي تخلي الشوربة على وش المحشي عشان ما يعجنش معاكي. لو حطيت الشوربة على وش المحشي هيعجن معاكي. الشوربة لازم تكون في بداية السطر التاني عشان تيجي تلاقي المحشي مفلفل معاكي كده، ما يكونش معجن وما يطلعش رز منه. خلاص كده، بعد ما زودت الحلة بتاعتنا خلاص. اهم خطوة بقى لازم تعمليها، تجيبي طبق ازاز كده ويكون مغطي الوش كله، اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هغطي بقى الغطا بتاعنا وعلى نار عالية هسيبه لحد ما يتشرب او يغلي كده ويتشرب المية اللي فيه. ومجرد بقى ما يتشرب المية اللي فيه خلاص، هروح موطية النار وشايلة الغطا بتاعه او شايلة الطبق اللي على الوش. تمام. كده خلاص اتشرب المية اللي فيه خالص، هغطيه بقى واسيبه على نار هادية خالص واسيبه يستوي براحته خالص. وكده المحشي بتاعنا خلاص استوى. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته تحفه وطعمه بجد بجد يخبل. انا كانت عندي بنت اختي كانت عندي زياره في اليوم ده، والله العظيم اكلت منه، قالت احلى محشي اكلته. بجد جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. شايفين ما شاء الله مفيش حبايه رز طالعه بره المحشي. وعايزه اقول لكم ريحته حلوه وطعمه يخبل. جربوا الطريقه، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.